الكيا اللي معانا دي عددها كان 200,000. إن الممشى الحقيقي بناء على الأخطاء اللي بناخدها من حساسات التاير أو الكاوتش كانت 630,000. المرسيدس هنا عددها 95,000 ولكن الممشى الحقيقي كان 240,000. الهيونداي دي برضو الممشى بتاعها 80,000 ولكن لما عملنا فريز فريم لأحد الحساسات وهو إن احنا ناخد خطأ على أحد الحساسات لقيناه 117,000 وعطل تاني على 119,000. أما بقى الهيونداي الجميلة دي كانت 15,700 ولكن هي طالعة من كوريا يوم 9/6 بعداد 53,000. الافانتي دي كمان 90,000 وهي برضو خارجة من كوريا بعداد 169,000. خد المفاجأة الأكبر بقى، لما أنا كنت مدير جراج برمجة في الإمارات كان بيجيلي وبيطلب مني من جميع الجنسيات، الصيني، العماني، إماراتي، سعودي، إن إحنا ننزل له عداد، ولكن احنا ما كناش بنعمل الموضوع ده. يعني ما تفتكرش ان العربيه اللي انت جايبها من الخليج او من كوريا او من المانيا عدادها سليم، كل الجنسيات بتلعب في العداد الا من رحم ربنا. وما تفتكرش ان المصريين بس هم اللي بينزلوا عداد. انا بعد ما خلصت صيانه لعميله من الصين طلبت مني ان هي تنزل عداد عشان شكل العربيه ما كانش عاجبها ان العداد عادي. طبعا ده غش وحرام، لان العربيه شكلها حلو وصالونها شكله حلو وما استهلكتش والمشي بتاعها نظيف، ولكن تم استهلاك الماكينه والمكنه والجير